بمشاركة 31 دولة من دول العالم المختلفة وبحضور عدد من الوزراء والسفراء والفنانين، انطلقت فعاليات الملتقى الدولي الثاني لذوي القدرات الخاصة تحت عنوان أولادنا. احنا بنشارك عشان نشوف رئيس سيسي. بشكر رئيسنا وبحب رئيسنا كلنا. وتستضيف مصر تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الملتقى المهم، ملتقى الحب والإبداع، في الفترة من 27 من أبريل وحتى 4 من مايو. أنا بفتكر ده نجاح كبير جدا، يعني إنه الملتقى يكون كله ما عليه وماشي في نجاح أكبر، يعني ده نجاح بفتكر لكل الناس. يعني المسكوت عنه والذي لم يكن يتمتع برعاية كافية، بدأت الدولة تنتبه جدا، بدأت المؤسسات المنوط بها رعاية هؤلاء بدأت تلتفت جدا لهؤلاء، وبالتالي فإحنا في ملتقى مهم جدا، في حدث ثقافي إنساني فني جميل، يا ريته يستمر ويا ريته يقوى ويا ريته تتسع مساحته أكتر وأكتر، ما يبقاش بس في القاهرة، ما يبقى في الأقاليم ويبقى في أماكن كتير، والجامعات عندنا منتشرة. هو حاجة جميلة جدا إن الملتقى يظهر أعمال الفئات الخاصة اللي بيبدو للناس إن هم غير قادرين، رغم إن هم في هذا الملتقى وفي الملتقى اللي فات كان باين كمان إن هم مش قادرين بس، ده قادرين ومنتجين ومبدعين. لا طبعا الملتقى مهم جدا لأنه بيحدث عملية تنوير كبيرة جدا جوه المجتمع، وبيستخدم شخصيات من قادة الرأي والفن والفكر والثقافة والعمل الاجتماعي، وفي نفس الوقت بيقدم التكريم والتقدير لكل الشخصيات اللي لها دور في مساعدة ذوي القدرات الخاصة. فأنا شايف إن هو ملتقى بالغ الأهمية. سعيد جدا إن الملتقى بقى تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما، وتذهل عشان أنا في لجنة التحكيم كنت في الدورة الأولى وفي الدورة الثانية أيضا، تذهل بإبداعات الشباب اللي موجودين، قدراتهم على الغناء وعلى الموسيقى وعلى تحدي الإعاقة. وأهم حاجة في كل الموضوع ده إن تحدي الإعاقة حسسه إن هو إنسان طبيعي، هتبص تلاقي بقى معاك إنسان طبيعي فعلا. الملتقى يضم عدداً كبيراً من الأفلام الأجنبية والعربية تدور جميعها حول قضايا متحدي الإعاقة، هذا بجانب الأعمال المسرحية والاستعراضية والفنون التشكيلية وغيرها من الفنون التي يقدمها أولادنا. فطبعاً هم محتاجين رعاية، والفن لما يقدم نماذج من دي يشجع الباقي على إنه اللي عنده إعاقة ما يخجلش ويقتحم الأماكن اللي ممكن يشتغل فيها واللي ممكن يعمل فيها. في ناس بتخجل وتخبيه، لا أنا بقول لا، لازم يظهر ويدور على المكان اللي يمارس فيه أي موهبة موجودة عنده. وأنا بركز على جملة سمعناها منهم قبل كده، كنت في عضو لجنة التحكيم، بيقولوا طلعت واحدة منهم بتقول لو انتوا حبيتونا وحنتوا علينا احنا نطلع طاقات افضل بكثير، فلو احنا شجعناهم هنطلع منهم عباقرة، هنطلع منهم اشخاص بالفعل في كل الفنون وفي كل المجالات، اذا كانت في الرياضة في التعليم في اي شيء، هيقدروا زي يشرفونا كمصريين. هم التحدي نفسه، هم اللي خلونا نتحدى، وهم اللي خلونا نقول مع بعض هنقدر، وهم يستطيعوا يعملوا كل حاجة. اتغيروا خالص ولادنا خالص، وبعدين حابين الحياة وخلونا نحب الحياة. أنا بحبه كتسامي أكت كتير أكبر، وهبدأ النماذج التافه وبقرأ وهرقص ونتكتع دلوقتي. بعزف. بتعزف؟ بتعرف تعزف حاجات موسيقية كويسة زي إيه؟ زي عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وفريد أطرش. الفن هو غذاء الروح، فهو حتى لو هو مش عارف يعبر عن نفسه بالكلام بحركة، من خلال الفن هو يقدر يعبر عن نفسه. زي الأولاد دول بيقدموا طابلوهات فولكلور شعبي، في أولاد كتير خاصة بالمجال الفني والزخرفة والمشغولات. في ناس ممكن يوصلوا الملتقى طبعا من خلال المشاركة في الملتقى للعالمية ان هم يعرضوا باسم مصر، زي ما في دول كتير بتشارك معانا النهارده، واتمنى ان شاء الله يكون من ضمنهم اولادي ان شاء الله. هو الصراحة الملتقى جميل جدا، عجبني، حاسة ان هم كده بيظهرنا بصورة كويسة وواقعية قدام المجتمع. انا صراحة انا مبسوطة بده، لان انا عايزة اغير المجتمع تجاهنا. هو من أهمية الحاجات اللي بننادي بيها إن لازم يكون في الاهتمام بالدم،
والدمج ده نشكر ربنا قامت بيه الدولة، والدمج ده بتنفذه برضه أيضا الكنيسة، وشايفينه بالنسبة في الملتقى لما بنشايف إن في مشاركة دلوقتي هو ما بين الاهتمام في الدمج ما بين اللي بيظهروا الكنيسة واللي بيظهروا الأزهر. وعندنا في مؤسسات كتيرة ابتدى يبان الدمج، وزي ما احنا شايفين الدمج حتى في وسط المجتمع دلوقتي. حاجز للإنسان ولا معوق للإنسان، إنه في عنده قدرات بس احنا لازم نعطيهم فرص اللي هم يبرزون هذه القدرات هذه. احنا في الإمارات نسميهم أصحاب الهمم، هم عندهم همة، هم عندهم إرادة، عندهم فكر، وهم يشاركون في كل مجال، هم موجودين في كل الوظائف، موجودين في كل مناسك الحياة. أول حاجة احنا لازم نراعي طبيعتهم، لكن في نفس الوقت نجعلهم جزء لا يتجزأ من الحركة التعليمية. يعني أنا ما أجيش أعلم ذوي القدرات الخاصة لوحدهم والآخرين لوحدهم، لا هنا في حاجة اسمها الدمج، إن هو يكون مندمج في التعلم مع أقرانه من الأطفال أو الطلاب في كل العملية التعليمية مع مراعاة ظروفه الخاصة. لازم يبقى لهم تواجد، لازم الفن يقدم ده، يقدم معاناة الأم بجد. طبعا الأب عليه دور، بس الأم هي الأساس، هي اللي بتشيل وبتودي وبتفرح ابنها وبتشترك وبتروح وبتجيب. أنا بشوف ده بعناية بجد، بدعي لهم من قلبي ربنا يبارك لهم، لأن هم باذلين مجهود فردي. احنا مستنيين بصراحة كتير، لأن احنا بنتعب جدا معاهم في كل حاجة. يعني هقول لحضرتك على حاجة، الخدمات بتاعتهم، يعني أنا عشان أدخل المترو مثلا أنا ممكن أدفع تذكرة المترو، بس أنا حقي، فأنا هجيب حق الولاد إزاي إلا لما أطالب بيه. نفسي حتى الاشتراكات بتاعتهم تبقى مجانيا، إنما ما بنشوفش الحاجات دي، إحنا بندفع بدل ما قعداش في البيت وهي حابة السلة وحابة السباحة، فأنا بشجعها فأنا مش بستخسر فيها حاجة، بس نفسي ألاقي دعم يعني. وعايزة أقول للدولة إن أي بني آدم له قدرات لازم يحترموها وكمان يشجعوها. الدولة بتساعد، الدولة دلوقتي يعني كل الوزارات واقفة جنب أولادنا بصراحة يعني، بس احنا عايزين أكتر. اللي أنا نفسي يعني إن هم ياخدوا بالهم منه إن احنا عايزين نعمل بيت للولاد دول لما أمهاتهم تتوفى، لأن لا الأخت بتاخد ولا الأب بياخد باله ولا أي حد بياخد باله، مفيش غير الأم، وإحنا عندنا أمهات كده كريمات فعلا. قيم حفل الافتتاح في جامعة القاهرة، حيث يقام الملتقى في إطار اهتمام الدولة المتنامي بذوي القدرات الخاصة، إيمانا بأهمية مشاركتهم ودمجهم في المجتمع بصورة فعالة. كانت معكم فيفيان إيمي.